الأهلي بيكسب الداخلية 2-1. مباراة تكسبها سكور، تكسبها 4-5 مرتاح، بتخلص 2-1. ومهم جدا ان انت قدرت تكسب ال3 نقاط، وده اهم شيء في المباراة النهاردة. لكن المباراة كان فيها اخطاء كتير جدا من بعد تسجيلك الهدف الاول، اخطاء في الاستهتار، اخطاء في عدم الجدية من بعد تسجيلك الهدف ان انت تسجل هدف تاني، اخطاء في اللعب الفردي من بعض اللعيبة زي حسين الشحات، اخطاء في اللعب الجماعي من بعض اللعيبة اللي بيكون قدامها المرمى ممكن تسدد وتسجل، وبتقرر ان هي تلعب لعب جماعي سلبي فتلعب الكورة بباص قصير فبتتقطع. اخطاء زي ما قلنا من كل شيء في المباراة في الشوط الاول، بالاخص بعد تسجيلك الهدف الاول. كان واجب على كولر وواجب على لاعيبة الاهلي ان هي تستغل الفرص، ان هي تسجل بدل الهدف 2 و3 وتخلي المباراة تخلص من بدري ونرتاح من بدري. لكن في النهاية فريق الداخلية راح علينا بكرة واحدة بس، وتخيل الكرة دي مش فرصة، مش تسديدة، مش حاجة غير ان هي عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتباك من ياسر ابراهيم بيروح متأخر على رجل اللاعب، وبتتحسب علينا ضربة جزاء صحيحة بنسبة 100%، ومنها بيسجل الداخلية التعادل. الشوط الثاني الى حد ما خلقناش فرص، لكن تمسكنا بشخصية الاهلي ان احنا هنقدر نكسب في اي وقت، حتى لو الدقيقة 85، حتى لو الدقيقة 90، عارفين ان احنا ان شاء الله هنكسب. الفوز اتأخر خلانا نلعب بإمام عاشور المباراة كاملة، خلانا ان احنا زي ما قلنا نسيب اكرم في الملعب وكان المفروض نريحه، خلانا ان احنا كنا ممكن نلعب بديانج ونريح مثلا امام عاشور ونخلي ديانج في الملعب. لكن في النهاية قدرنا ان احنا نكسب. زي ما قلنا حسين الشحات لازم يراجع نفسه في اللعب الفردي، كمان كهربا لازم يراجع نفسه في ان هو ازاي يسجل من انصاف الفرص هدف. كرة اللي لعبها له موديست ما ينفعش ان هي تمر كده مرور سهل على كهربا، ازاي الكرة ضاعت، ازاي اصلا ترفع رجلك وتنط والكرة جايه لك بالشكل ده، حتى لو الكرة عملت بند قدامك وانت ثابت على الارض تقدر تسجلها مرتاح، لكن كونك بتنط لفوق خليت الكرة تعدي من تحتك. كمان لازم كولر بقى، الخطأ الوحيد اللي انا بشوفه عند كولر في المباراة دي انه يراجع نفسه في توظيف كريم فؤاد في الباك الشمال. لازم كولر يشوف شوية اللي لعبهم كوكا، الاوفر والاتنين والتلاتة اللي عملهم كوكا في المباراة، يشوف عدلة كوكا كانت ازاي. كريم فؤاد طول الشوط الاول والشوط التاني الكرة بيجيله بيعملها عرضية ببطن رجله اليمين بتلف على البعيدة ما بتروحش لأي حد، بيعمل الباص حتى بشكل غلط، لازم يباصي او يسند على رجله اليمين. فالنتيجة ان الاهلي بيخسر مكان في الباك الشمال مهم جدا لازم يكون موجود فيه كريم الدبيس او كوكا، صدقني هيكون افضل بمراحل من كريم فؤاد. والدليل الشوية اللي شفنا فيهم كوكا لما الكرة بتجيله على رجله الشمال بيعمل ايه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده من نجوم المباراة ورجل المباراة الاول امام عاشور، رجل المباراة الثاني اكرم توفيق بالنسبة لي كان مهم جدا، لكن احنا دفاعيا الكرة اللي بتروح علينا بتعمل لنا قلق. مصطفى شوبير ما صدش ولا كرة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.